كده عملت خلطه المسحوق اللي معايا نقول من 30 يوم ل 40 يوم. اي كيس فراخ بقى بيفضل معايا بعد ال 12 وجبه دول. ما دي والفكره دي بتوفر معايا مبلغ محترم. بند الخزين بياخد معاكي كام؟ بياخد معايا يا بنات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده معادنا مع فيديو قنبله التوفير. أسرار ميزانيتي كام بالتفاصيل، وإحنا أسرة 6 أفراد. إزاي بسد احتياجاتي في كل البنود، وإزاي بقدر أوفر مبلغ محترم من كل بند من غير ضغط على نفسي ولا ضغط على الميزانية، وإزاي بكفي بيتي من كل الالتزامات. بيعدي معايا أول يوم في الشهر زي آخر يوم في الشهر. مهما كانت ميزانيتك يومية أو أسبوعية أو شهرية، جايبالكم أفكار عملية وذكية هتظبط معاكي بأمر الله ميزانية شهر 4 وأي ميزانية في الشهور اللي جاية. هتطلعي من آخر الشهر ده موفرة مبلغ محترم. خطوات كده لو مشينا عليها بأمر الله هنملى بيتنا خير، سواء بقى كان من الحاجات اللي موجودة عندنا أو حتى هنكون موفرين قرشين. أتمنى أن الفيديو النهاردة يعجبكم، وكمان هعرض معاكم كده حاجات هدايا جاتلي، والهدايا أنا بفرح بيها كتير جدا. وهنعمل مع بعض غدا هيخلص كده في أقل من نص ساعة. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو أول مرة بتشوفيني أنا أختك حنان، ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل لزر الجرس. حبايبي اللي معايا في القناة من الأول، لايك من إيدكم الحلوة تشجيعا لأختكم. يلا نبدأ كده بالحاجات اللي جاتلي هدية من أمي. بعتتلي الحاجات دي مع ناس جاية من البلد. أول حاجة بعتتها لي وهو النعناع اللي في الكيس ده يا بنات. هي غسلاه كده ومنشفاه ومقطفاه طبعا زي الملوخية، وقالت لي ده اغلي منه للولاد هيبقى حلو جدا. وكمان بعتت لي الفول ده، هو يبان مش اخضر قوي ولكن من جوه زي الفل ما فيهوش اي حاجه، لان خلاص قرب ينشف، يعني قربوا يحصدوه زي ما احنا بنقول كده. فبعتت لي كميه الفول دي، قالت لي حابه تعملي منها طعميه اعملي، حابه تسلقيها تمام. وبعتت لي كمان يا بنات الكيس ده بفتحه فاتفاجئت لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه المرته دي. امي لما بتكون بعتلي حاجه ما بتقوليش الحاجه فيها ايه، بتقولي انا بعتلك حاجات مع ايه، مع فلان مثلا، فانا بتفاجئ. ما بتقوليش قبلها نفسك في ايه او عايزه ايه، عشان انا دايما بقول لها ايه، بقول لها انا مش عايزه. عندك مش عارفه ايه، اقول لها عندي الحمد لله. ما بحبش اطلب ابدا والحمد لله. فالمهم بعتت لي كميه المرته اللي في الاول، اللي في الكيس اللي في الاول ده، وعندها كميه دهنه. طبعا الناس اللي كانت كلمتني عن الدهنه في الفيديو اللي فات، نقدر نستبدل السمنه بدهنه ومش عارفه ايه، هتكلم برضو معاكم في الموضوع ده بالتفاصيل. فبعتت لي كميه الدهنه دي، هي مسيحاها وكسراها بزيت طبعا بتطبخ منها، ولكن احنا من عاداتنا في بيتنا احنا ما بناكلش الحاجه بالدهنه، بناكلها بالسمنه اللي هي العلب، ولكن انا برضو هستخدمها تمام. ودي المرته زي ما انتم شايفين في منها حته غامقه وحته فاتحه، دي طبعا مرته بقري مش جاموسي تمام، عشان كده لونها محمر شويه. معرفش بقى الجاموسي بيكون لونها كده ولا لا يا بنات. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. والحاجه اللي جابتها لي بعد كده، والحاجه دي لسه موجوده عندي منها في التلاجة والله، لسه نقعاها في الميه. كانت هي بعتلي برضو قبل رمضان كميه جبنه تمام، كميه جبنه زي دي، جبنه قريش. الجبنه دي هي بتنشفها وبتبعتها لي ناشفه. ليه؟ علشان خاطر هي وجايه في العربيه بتاعه السفر بيبقى فيه ضغط شنط ومش عارفه ايه، فممكن الجبنه دي تتفتفت، ولكن هي بتبعتها لي ناشفه زي ما انتم شايفين ومتملحه. وانا ببدا انقعها في ميه واغير لها الميه مره اتنين تلاته، فبترجع ايه، بترجع طريه، وبترجع ايه، وبترجع كانها ما فيهاش ملح او كميه ملح بسيطه. طبعا كميه جبنه بسم الله ما شاء الله. بقول لها بعت ليه كل كميه الجبنه دي؟ قالت لي والله هم اخر حبه عندي، وخلي الولاد ايه، خلي الولاد تاكل، اعملي لهم بقى فلفل، اعملي لهم زي ما انت بتعمليها كده واكليهم. وبعد كده مسكت حبة المرتة دول وبدأت احطهم في ايه، بدأت احطهم في بطرمان وهشيلهم في التلاجة. بصوا، مع معلقة فول بقى بتاعة الصبح دي او في العشاء عادي، تحفة. احيانا بحطها كده وبسيحها وباكلها كده بعيش لوحدها زي الفل. ممكن تحطي مثلا منها على حبة مش، لو انت عندك مش بتخلي المش في حتة تانية وتالتة ورابعة.
تمام، فهي كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله، يعني هي كانت محوشاهم زي كده وبعتتهم لي، وطبعا احيانا اخواتي يعني بيروحوا برضو وبتديلهم. وده برضو النعناع يا بنات اللي معايا هسيبه ينشف شوية، لانه لسه يعني تحسيه لسه ما ينفعش ان هو ما ينفعش ان هو يتقطع، يعني تحسيه ان هو طري مندي. فانا هبدا انشفه وافرده على صينية، وبعد كده ابدا ان انا ان انا افركه واحطه في بطرمان. تمام. وده الفول فتحته لكم كده من جوه بسم الله ما شاء الله ابيض وزي الفل. انا مستخسره ان الفول ده اقشره لانه من جوه هي قالت لي ان القشره من جوه دي لازم تتفضى، فهتكلم معاكم برضو في الموضوع ده. اول فكره معانا واللي هتوفر معاكي مبلغ كبير جدا في الميزانيه، وهقولك دلوقتي على ميزانيتي في البند ده. البند ده وهو بند المنظفات، احنا اسره 6 افراد، ميزانيتي فيه كام؟ ميزانيتي فيه 300 جنيه. الشهر اللي فات جبت يا بنات ب 315 جنيه، يعني عديت الميزانيه نقول ب 15 جنيه. كل شهر بجيب بكام؟ ما بجيبش بال 300 جنيه، كل شهر يا بنات بجيب ب 250 جنيه. الشهر ده الاسعار رفعت شويه، فبدات ان انا ان انا اجيب اكتر. يعني انا بحط البند المنظفات 300 جنيه، بشيل منهم كنت كل شهر قبل الاسعار ما تغلى من 100 ل 110 ل 120 جنيه في الحدود دي. فالمهم المرة دي ما شلتش من البند ده، بالعكس انا حطيت عليه 15 جنيه من بند تاني، وهقول لكم ايه هو البند التاني اللي انا جيت عليه. خلطة المسحوق اللي انا بعملها اللي هي بتكون عبارة عن ايه وهتوفر معاكي كتير جدا، اللي هو يا حبيبة قلبي 2 كيلو من المسحوق هتحط عليهم كيلو من المسحوق السايب. المسحوق السايب عامل 20 جنيه الكيلو. ال2 كيلو من باهي في الوقت اللي انا جبت فيه باهي على اول الشهر كان عامل 90 جنيه. معرفش دلوقتي سعره كام عشان محدش يكتب لي في التعليقات ويقول لي حنان الاريال دوت او باهي عدى يا حنان عدى ال100 جنيه. ممكن يكون عدى ال100 جنيه لان الاسعار كل شويه في تزايد، فاحنا مش عارفين نجيبها منين ولا منين. ولكن خلطه المسحوق دي هتفرق معاكي كتير جدا. يعني انت لو عدد افراد اسرتك اقل من عدد افراد اسرتي هتجيبي كيس واحد وتجيبي عليه كيلو، كيس 2 كيلو من اي نوع مسحوق انت بتفضليه ويناسب ميزانيتك، وتجيبي عليه كيلو من المسحوق السائل. بعد كده تحطي معلقه ونص من الكربونات، وانا هنا حطيت معلقه ونص من الكربونات، وكربونات الصوديوم بنجيبها من عند العطار يا بنات. وبعد كده تبداي تقلبي الكميه دي كلها. انا المره دي جايبه كيس باهي زياده، وده اللي فرق معايا في الميزانيه 90 جنيه فرق عن الشهر اللي فات. جايبه كيس زياده ليه بقى؟ جايباه عشان خاطر البطاطين، ممكن اغسل البطاطين طبعا خلاص الصيف هيفحفح، فاغسل البطاطين واشيلها نظيفه. ممكن اغسل سجاد، ممكن اغسل فرش، ممكن اغسل حاجات غطا مثلا او ملايات تقيله كنا بنتغطى فيها في فصل الشتاء، وهبدا اشيلها. فمش هشيلها زي ما هي كده بريحتها، لا انا هغسلها واشيلها نظيفه. تمام يا بنات؟ فعشان كده جبت 2 كيس، وانت ممكن تجيبي كيس واحد بس. كوبايه معياريه، كوبايه بتعايري بيها المسحوق بتاعك اللي بتحطيه مع كل حطه ومع كل غسله. تمام. خلطه المسحوق كده بعبيها في الجيركن اللي انتوا شايفينه ده. الجيركن ده او البطرمان ده بتاع يا بنات مصاصات، جايباه من عند السوبر ماركت. اعملي حاجه منظم كده للمسحوق عندك وحطيها على البيضه، وعايزه تنضفي هدوم بيضه تعملي لها خلطه لوحدها وتحطي لها نص معلقه كمان من الزهره البيضاء على الكربوناتو، وتقللي كميه الكربوناتو، يعني ربع معلقه من الكربوناتو وعلى نص معلقه من الزهره البيضاء. عبيت الكميه اللي انا محتاجاها في الجيركن زي ما انتوا شايفين او في العلبه دي، وبدات الباقي ان انا ارجعه على الكيس دوت هشيله كده على جنب، وهستخدم اللي موجود معايا. وكده عملت خلطة المسحوق اللي بأمر الله ممكن تكمل معايا نقول من 30 يوم ل 40 يوم، واحنا أسرة 6 أفراد. كده ده ميزانيتي في ميزانيتي في بند المنظفات. تمام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ما تنسوش لايك من ايدكم الحلوة، وكلمة حلوة منكم هتفرق معايا كتير. نروح بعد كده لبند العيش، والعيش واللي بياخدوا معانا مبالغ محترمة جدا في الميزانية. بنسرسب 20 في 20 في 30 في 30، وما بنعرفش الفلوس رايحة فين، بتروح في الرفايع اللي زي دي، ولكن الرفايع دي بتاخد مننا مبالغ كبيرة. العيش انا بتعامل معاه ازاي؟ احنا يا بنات فردين في البطاقة، بجيبه كل 3 ايام، كل 3 ايام بضرب البطاقة بلاقي فيها 30 رغيف، بشتري عليهم كمان 30 رغيف من نفس الفرن. الرغيف بيكون بجنيه، يعني ب30 جنيه عيش 30 رغيف. وال30 رغيف اللي انا خدتهم بالبطاقة
وبحط 30 على 30 ادي 60 رغيف. ببدأ اقسمهم كده على 3 اكياس، كل كيس فيه 20 رغيف. كل كيس فيه 20 رغيف، بشيل 40 رغيف في التلاجة من تحت او في الفريزر، وال20 رغيف دول بيكونوا العشوة بتاعة اليوم. طبعا تقدري تقللي الكمية او تكتري الكمية على حسب عدد افراد اسرتك. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان العيش بتاع الفران المدعمة او فران التموين بيكون الحجم بتاعها ضعف العيش اللي احنا بنشتريه حر. يعني انا بعت ابني في يوم كده على اول الشهر ما كنتش عايزة انزل الفرن لانها بتكون زحمة، يجيب لي عيش من عند فرن اللي هي العادية، فجاب لي الرغيف بجنيه قد ايه، قد يعني قد كفة ايدي، ما بيشبعش. يعني ب 30 جنيه عيش بسم الله الرحمن الرحيم خلصوا في طقة واحدة. ولكن انت لما تروحي الفرنة ديت وتشتري العيش بتاعك منها مع العيش بتاعك بتاع التموين وتوزعيهم على 3 اكياس، هتوفري وقت، هتوفري فلوس، وكمان هتوفري مجهود. والحجم بتاع الرغيف بيكون كبير بسم الله ما شاء الله، وفي نفس الوقت بيكون مشبع. ولكن انت لو ما عندكيش بطاقة تتصرفي ازاي؟ تجيبي يا حبيبة قلبي ب60 جنيه عيش من عند نفس الفرنة بتاعت التموين. بيبيعوا العيش، بيبيعوا العيش، لان في ناس ما بتكونش محتاجة العيش ده فبتسيبه للفرنة او بتبيعه للفرنة. انت اشتريه وابدأي عبيه في اكياس بالشكل ده، وابدأي احط كل كيس لكل يوم. بنعمل يوم مكرونة، يوم رز، يوم حاجة من دي. احنا اسرة 6 افراد، بيكفيني كام عيش في الشهر بالطريقة دي؟ بكفي بيتي ب200 جنيه عيش. 200 جنيه عيش، واحسبيها انت كمان واكتبي لي في التعليقات. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. نتكلم بعد كده عن بند الخزين، وهقولك انا في بند الخزين ازاي بوفر. ولكن تعالي نشوفوا والفكرة دي بتوفر معايا مبلغ محترم، وهي الملح المبهر اللي بتكلم معاكم كتير عنه في الفيديوهات. هتجيبي يا حبيبتي كيس ملح او كيسين ملح دلوقتي حالا، وشوفي اي نوع توابل وبهارات عندك، حطي توابل البهارات اللي عندك كلها قدامك، فلفل اسود، شطه، كمون، وابداي حطي من كل نوع على كيس الملح ده معلقه كبيره، وابداي خلطي ده كله مع بعضه، حطيه في البطرمان. البطرمان ده هيكون انقاذ ليكي، انقاذ ليكي لو التوابل البهارات اللي عندك خلصت على ايه، على نص الشهر، على اخر 20 يوم في الشهر. مش هتنزلي تشتري توابل ولا بهارات، طلعي معلقه من البطرمان ده على الشوربه، معلقه من البطرمان ده على خلطه المحشي، معلقه من التوابل والبهارات ديت او من الملح المبهر دوت، رشه ملح على الفراخ، على اللحمه، وهكذا. صدقيني هيكون نجدة ليكي. نوفر بقى في البند بتاع يا بنات التوابل والبهارات، لان البند ده في ناس بتدفع فيه ارقام فلكية. الاساسيات في البند ده عندي ايه؟ عندي كمون وعندي فلفل اسود. عدلي بقى الاولويات بتاعتك في البند ده، وهي اللي تبدأي بيها وهي اللي تشتريها. نسرسب كل شهر نوعين 3، مش كل شهر نحتاج نجيب الحاجة بتاعتنا حصى ونبدأ نطحنها في البيت. صدقوني بتفرق معانا كتير جدا في الكمية. بند الخزين بياخد معاكي كام؟ بياخد معايا يا بنات من 1300 واحيانا بيمشي معايا على 1000 جنيه. ازاي؟ هقولك دلوقتي حالا. انا يا بنات برحل حاجات من شهر للشهر التاني. يعني ممكن مثلا زي شكارة الرز دي اجيبها، بتيجي جملة بيكون فيها فرق في السعر، بجيبها كده مرة واحدة، وبعد كده ببدأ اقسمها على شهرين، فبتوفر معايا. فالفلوس بتاعة الشهر التاني بحذفها بقى واشيلها في بند التوفير. ممكن مثلا يفضل معايا كيلو مكرونة، كيلو المكرونة ده يترحل لأول أسبوع في الشهر الجديد، وأحذف من المشتريات بتاعة الشهر الجديد بتاعة الشهر القديم. يعني شفتوا معايا الفيديو بتاع المشتريات بتاع الشهر اللي فات؟ لا، كان فيه مشتريات بسيطة جدا. المشتريات كلها على بعضها بتاع 800 جنيه في بند الخزين او 900 جنيه بالكتير، واحنا أسرة 6 أفراد. ده ليه؟ ده لأني أنا اول ما بنزل، قبل ما بنزل اشتري اي حاجه، ببدا احط الحاجات اللي موجوده عندي، احطها قدامي. الحاجات دي هتكفي معايا قد ايه؟ هتكفي معايا اسبوع، هتكفي معايا اسبوعين. ابدا احذف بقى من المشتريات. هجيب 3 كيلو رز، لا هجيب 2 كيلو رز مثلا. هجيب نص كيلو شعريه، لا انا عندي شعريه مش هجيب شعريه، الشعريه اللي عندي تكفي والحمد لله. بقلل بقى في بند التوابل والبهارات، بظبط بقى البند بتاع ايه، بتاع الدقيق. مثلا عندي دقيق فخلاص اقلل في كميه الدقيق شويه. عندنا مخبوزات الشهر ده بتاعت العيد، فهحاول اقلل في كميه الدقيق وفي المخبوزات ومعجنات الشهر ده، وهكذا وهكذا. عندي ايه، زيت، وهكذا وهكذا لحد اخر حاجه موجوده عندي. الوجبه اللي بعملها بعد كده وهي ايه؟ وهي يا بنات الايه، المكرونه بشاميل. عندي حته صدر الفرخه اهي، حته صدر الفرخه يعني اللي هي الحته اللي تحت الكتف، حته صغيره، فمسكتها كده فرمتها. ودي وجبه لحوم رئيسيه،
دي وجبة لحوم رئيسية، وهكلمكم دلوقتي عن بند اللحوم وبعرف اوفر منه ازاي. وعايزه اقول لكم ان بند الخزين دوت بيعتمد عليه حاجات كتير. يعني المهم تبداي بالاساسيين زي الرز المكرونه، الزيت، السكر. رز، مكرونه، زيت، سكر، وانا عندي دقيق لان انا بعمل معجنات. وانت شوفي بقى اولوياتك ايه. وبعد كده ببدأ أجيب مثلا ب20 جنيه عدس، ب20 جنيه فول مدشوش، ب20 جنيه مثلا فاصوليا بيضة، وعلى حسب الوجبات اللي أنا بحبها أنا وولادي. ويلا بينا كده ندخل على ميزانية أو على بند اللحوم. بند اللحوم يا بنات بياخد معايا كام؟ بند اللحوم بياخد معايا 1000 جنيه. 1000 جنيه ازاي يا حنان وانتوا أسرة 6 أفراد؟ ممكن يعدي ال1000 جنيه ب100 أو ب200 جنيه، مش أكتر من كده. اللحمة القطع مش بجيبها دايما، أحيانا بجيبها شهر وشهر لأ. بجيبها في الشهر اللي بيكون مترحل معايا وجبات فراخ. يعني مثلا انا عارفه اول اسبوع مترحل معايا وجبات فراخ من الاسبوع اللي من الشهر اللي قبله، ببدا اجيب مثلا نص كيلو لحمه مفرومه، كيلو لحمه مفرومه، او كيلو لحم قطع، وهكذا. لكن لو ما عنديش وجبات خالص، لا، بجيب فراخ وببدأ أقسمها على وجبات، وبطلع من حتة صدر فرخة زي دي وجبة. مقسمة وجباتي على الأسبوع، أنا عندي يومين أكلة أرداحي ويوم أكلة لحوم، ولادي عارفين كده. يعني 3 وجبات في الأسبوع، يعني 12 وجبة لحوم في الشهر. أي كيس فراخ بقى بيفضل معايا بعد ال12 وجبة دول ماليش دعوة بيه، يترحل بقى للشهر اللي بعده. زي حاليا كده أنا ماشية بآخر حاجات موجودة عندي من الشهر اللي فات اللي هو شهر 3، همشي بيها أسبوع. بالنسبة بقى لبند الخضار، بند الخضار يا بنات بحط له كام؟ بحط له حاليا لما الوضع غلي بدأت أحط له يا بنات 250 أسبوعيا. ولكن أنا الأسبوع اللي فات الحمد لله الحمد لله سديت كل احتياجاتي الحمد لله بأقل من 200 جنيه، لأن أنا كان عندي بطاطس من قبلها. وانت هكذا برضو في كل بند. فكده أنا قفلت لكم كل الميزانية. بالنسبة بقى لصينية المكرونة البشاميل، أنا بحطها على العين بتاعة البوتاجاز، بحطها على النار هادية 5 دقايق، وبعد كده ببدأ أشغل عليها الشواية. بنحاول نوفر كده في الأنبوبة على قد ما نقدر. أتمنى إن الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو واستفدتي منه بأي فكرة أو بأي معلومة، ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، وشاركي الفيديو مع غيرك يمكن غيرك يستفاد. أتمنى إن الفيديو النهاردة يكون عجبكم. عندك أي استفسار أي سؤال اكتبي لي في التعليقات وأنا هرد عليكي فورا. وبأمر الله استنوا مني أفكار جديدة وكتيرة جدا 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 عن التوفير، هتفرق معاكم وهتوفر معاكم كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.